امتى الجولز اللي بتحددها لفريقك بتكون توكسيك جولز؟ الستريتش جولز يعني اهداف تشالنجينج او مستحيله. لو انت ليدر وبتحط اهداف لفريقك لازم تاخد بالك كويس قوي من اللي هقوله دلوقتي. انا دينا حسن and this is the Vertex Egypt. الاول خليني اقول لك مفيش حاجه في الدنيا بدون هدف، ومفيش بيزنس مش محطوط له جولز. لكن امتى الناس هتتقبل الاهداف دي وتحققها لك بشكل صح وبطرق نزيهه؟ الناس في العموم بتتقبل الاهداف المنطقيه ليهم واللي هم فاهمينها واضحه بالنسبه لهم. كمان بيتاثروا باللي حواليهم، يعني شخص واحد ممكن يتقبل مهام معينه عشان يوصل لاهداف معينه، بس لو لقى الناس اللي حواليه رافضينها غالبا هيرفضها هو كمان. عشان كده ضروري بالنسبه لك انك تكون بتعرف تكوميونيكيت الجولز للتيم كله بشكل واحد. تحديد الاهداف الواضحه مهم وليه فوائد كتير، بيزود الاداء والانرجي والموتيفيشن، وبتخلي التيم يركز في كل حاجه توصله للهدف وما يركزش في حاجات تانية. زي مثلا لو هدفنا الكوست ريدكشن، التيم هيفكر ازاي يقلل المصاريف ولكن مش هيفكر ازاي يبوست السيلز، الا لو حطيت له هدف انه يزود المبيعات. كمان بتخلي التيم يفكر بكل طريقه جديده واستراتيجيات معينه واستخدام التكنولوجي عشان يوصلوا للاهداف بتاعتهم بسرعه وفاعليه. لكن خلي بالك جدا من الستريتش جولز او التشالنجينج جولز. دراسات اثبتت ان الاهداف دي بتزود التصرفات اللا اخلاقيه للفريق عندك، خصوصا لو مفيش ليدرز كويسين بيدوا enough guidance وسبورت. الاهداف الكبيره جدا والخياليه بتبوش الناس الكويسه ان هي تلجا للانethيكال اكتس عشان يقدروا يوصلوا للاهداف المطلوبه. بيتحولوا لابيوسيف امبلويز، بيضخموا ادائهم وممكن يوصلوا فكره عن ادائهم مش حقيقيه. ممكن كمان يغيروا او يزوروا الحقائق عشان يقدروا يحققوا لك اهدافك الوهميه. يعني انك تحط سيلز تارجت خيالي مش شطاره منك، ولكن ممكن تكون بتوجه فريقك للفشل مش للنجاح. خليني بسرعه اقول لك امثله عن شركات بعض منها اعلن افلاسه في يوم من الايام. شركه سيرز روبك حطوا لفريق مبيعات قسم الاوتوموتيف سيرفيسز سيلز تارجت خيالي. في يوم الاوديتنج انفستيجيشن اثبتت ان العاملين بيعملوا اصلاحات ل 90% من سيارات العملاء بدون داعي نهائي، ده عشان يزودوا المبيعات ويقدروا يوصلوا للتارجت. والشركه دي اعلنت افلاسها في وقت من الاوقات. شركه تانية اسمها ميني سكرايب، ودي شركه متخصصه في الهارد درايفز. نفس الشيء، حطوا اجريسيف تارجتس للشيبنج، وصلوا الموظفين لحد انهم كانوا بيحطوا طوب بدل الدرايفز في الشيبنج، وده كان لاسباب كتير منها عمليات احتيال داخليه وعدم تطابق المبيعات والتكاليف الفعليه مع الاوراق والسجلات، والتكتم من بعض المسؤولين بسبب الاهداف الخياليه اللي كانت محطوطه من التوب مانجمنت. شركه تانية اسمها بوشن لام، ودي شركه متخصصه لمنتجات صحه العيون. الموظفين زيفوا الاكاونتنج ستيتمنتس رد فعل على الاجريسيف جولز للريفينيوز والبروفيتابيلتي. شركه كمان من اشهر ما يمكن توشيبا. اللي حصل ان شركه توشيبا كانت بتضخم ارباحها بشكل متعمد في دفاترها الماليه لمده حوالي 7 سنين من 2008 ل 2014. قيمه الارباح اللي تم تضخيمها وصلت لاكثر من 1.2 بليون دولار. التحقيقات كشفت ان الاداره العليا في الشركه كانت بتضغط على المديرين في الاقسام المختلفه عشان يحققوا اهداف ربحيه غير واقعيه، ولما المديرين دول كانوا بيفشلوا كانوا بيستخدموا طرق محاسبيه غير سليمه عشان يبينوا ارباح وهميه ويغطوا على الخسائر. وفي قصص لشركات كتير، في منها اللي فشل ونجح تاني لما غير طريقه الاداره والاهداف. عيب تاني خطير جدا للستريتش جولز هو البيرن اوت للموظفين بتوعك، لانهم مش بيقدروا يوصلوا للمطلوب، وده بيحسسهم انهم مقصرين او لا يستحقوا او محتاجين بوش اكتر، وده بيجي على المنتال هيلث والويلنس بتاعهم او صحتهم النفسيه والعقليه. وممكن انهم يستسلموا، او الاحتمال الاكبر اللي ممكن تلاقيه هو الاستقالات المفاجئه. والسبب الحقيقي هو السيتنج unrealistic stretch goals. وانت بتحط اهدافك يفضل انها تكون سمارت جولز، وده هنتكلم عنه في الايام الجايه.